تدبير وتطوير النقل المشترك عبر الحافلات بجهة الدار البيضاء الكبرى يشكل أولويات البرامج المسطرة لتأهيل الخدمة العمومية لفائدة الساكنة البيضاوية. فرغم التدابير المتخذة في السنوات الأخيرة فإن المعاناة اليومية لازالت قائمة: الاكتظاظ، غياب شروط الراحة، قلة الحافلات. طوبيس كاين مشاكل بزاف عديده، هو كما قلت لك كنبغيو نخلصوا ورقه ولا شي حاجه كتلقى ازدحام كبير، هو عاوتاني ملي كنكونوا طالعين في الباب ولا شي حاجه الطوبيس يعني كيزيد هو باقي ما طلعش الناس. ربما وقيلا وسط لافيل شويه، اما في الاحياء الشعبيه باقي مشكل ديال نقص حتى في التوقيت. ولتحسين شروط نقل البيضاويين سواء على مستوى الخدمة أو جودة تجهيزات الحافلات خصص غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم سيعزز أسطول النقل الحضري. تقريبا 200 حافلة جديدة اللي غتضاف اليوم على الأسطول الحالي، والغرض من هذا الشيء هو أننا نكملوا التغطية ديال الجهة ديال الدار البيضاء كلها، ونغطيو بالخصوص المناطق اللي فيها واحد العجز بالنسبة للنقل الحضري. تدابير تساهم في توسيع شبكة خدمة النقل المشترك من خلال وضع نظام إلكتروني آلي حديث يؤمن شروط الراحة والأمان للركاب عبر حافلة مزودة بتجهيزات متطورة. هناك ايضا اجراءات مصاحبه لهذا المشروع ديال التذاكر الالكترونيه اللي كتجلى في كاميرات مراقبه واجهزه اتصال لاسلكي، اضافه الى اجهزه اتصال والتتبع عبر الاقمار الصناعيه. هذا الشيء كله طبعا كيمكن له يعني يحسن من الجوده ديال الخدمه، وايضا من المستوى ديال الامن والسلامه ديال الزبناء الكرام على متن الحافلات ومحيط الاشتغال ديال السائق. إجراءات من شأنها تنظيم وتيرة تدفق الحافلات وانتظامها وفقا لإكراهات حركة السير والمرور، وتمكن من إدماج خطوط الحافلات وشبكة الترامواي، فضلا عن ضمان وسائل النقل الأكثر إيجابية تستجيب وتطلعات الساكنة.